السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. هنعمل وصفة فراخ كده، هنعمل طعم الطعام يا بنات، حاجة جميلة كده خالص ما شاء الله. انا منزله الفيديو ده لتشجيع، يعني لو هطلع حاجة بسيطة خالص، ده حاجة كده يعني بتبقى طالعة كده سبحان الله. ربنا بيبارك لك في عيالك وبيبارك في كل حاجة في البيت. فنعمل كده حاجات كده بسيطة بس ربنا يتقبل مننا. جبنا كمية الفراخ دي كده، غسلناها ونقعناها بميه وليمون اللهم صل على النبي وملح. لو عندك طماطم، عندك طحينه، اللي عندك حطيه في الميه ونقعها بيها. بعد كده يا بنات هنعمل الخضار بقى، نوضب الخضار وبعد كده نشطف الفراخ، ونقول لك هنعملها ازاي. طريقه حلوه ما شاء الله، تحفه والله العظيم، طعمه جدا جدا. معاي كيلو من الطماطم ومعاي كيلو من البصل كده، عشان كمية الفراخ ما شاء الله كبيرة. هنحطها بقى في الشفشق بتاع الخلاط وهنضربها. هنحط اول خلاط كده، هنحط له حبة مية وبعد كده نخلي حبة نكمل عليهم عشان الخلاط يمشي معانا. عملنا كمية الطماطم بالبصل كده، هنحط معلقتين خل، هنحط معلقتين 3 كده من الزيت، ما نكترش عشان الفراخ فيها دهون طبعا. وهنحط ملح وفلفل اسمر وبابريكا وكمون والسبع بهارات اللهم صل على النبي عفوا. وهنحط سنة من الشطة، وهنحط طبعا ملح، وهنحط معلقة من السكر كبيرة كده او معلقتين من السكر. وهنحط اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد دي سماه. وهنحط صويا صوص يا بنات، دي حاجة كده طالعة لله، لازم نعملها كويسة كده ونعملها على اكمل وجه. وبعد كده يا بنات قلبناه زي ما انتم كده شايفين، وحطينا فلفل احمر، فلفل رومي احمر، الفلفل الاحمر ده خالص عشان يدي طعم ولون حلو كده يا بنات. وبعد كده هننزل الفراخ وندعكها كده في الخلطه، في التتبيله دي او الخلطه دي كده زي ما انتم كده هتشوفوا. الكلام ده انا بعمله امتى؟ بعمله بالليل يا بنات. ده كده الكلام ده انا بعمله من بالليل، بجهز حالي كده من بالليل عشان اصحى ايه اسوي على طول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عشان انتوا عارفين الدنيا صيف كده والناس بتسهر وبتصحى متاخر، فاحنا قلنا ايه نتبل كده الفراخ من بالليل ونجهز خضارنا ونوضب حاجتنا ونحطها في التلاجة لحد الصبح. طبعا جبنا البطاطس قشرناها، انا ما رضيتش اقشر قدامكم ولا بطاطس ولا بصل ولا اي حاجه عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. قشرت البطاطس كده وحطيتها في حبة من اللي هي بتاعت التتبيلة بتاعت الفراخ كده، وهقلبها كده فيها. تحفة والله العظيم، طعمها طلع تحفة وحكاية حكاية. حطيناهم كده يا بنات في التتبيلة دي كده. دي صلاة المغرب زي ما انتم كده شايفين. الفيديو ده هينزل لكم متأخر شوية معلش. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا يا بنات، حطينا كده فرمت البصل، انا مرضيش اقطعه جوانح، فرمته كده في الكبه وحطيته. قلت اعمل الطريقه دي، طلعت جميله وتحفه يا بنات، تحفه تحفه تحفه. بصوا يا بنات، التتبيله دي كلها البطاطس والفراخ وكله ده كده هشيله من بالليل كده في التلاجة. اصبح الصبح نحط في الصواني ونسوي مع بعض زي ما هوريكم كده ما شاء الله. انا قشرت والله العظيم بطاطس وبصل تاني على الكميه دي تاني. اللهم بارك، يعني ربنا يجعله في ميزان حسناتنا يا رب احنا وانتوا، اللهم امين يا رب العالمين. بصي يا بنات اهدى التتبيله دي بعد ما بيتت، بصي عمل ازاي. بعدين هنجيب الصواني كده يا بنات وهنحط فيها. بس لو عجبكم الفيديو بتاعي كده ما تنسونيش بلايك واشتراك، عشان اللايك بيرفع الفيديو ويخليه يوصل لاكبر عدد من الناس. هنحط كل صينيه كده يا بنات فيها حبه بطاطس كده مش كتير، وهنحط على الرز بقى عليها ايه الفراخ زي ما انتوا كده شايفين. بصوا يا بنات هنرص الفراخ كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا يا بنات ما شاء الله كميه حلوه، الله اكبر يعني. ربنا يبارك، يعني سبحان الله ربنا بيبارك في القليل والله. المهم احنا عملناهم كده ولفناهم بورق ورق اللهم صل على النبي فوين، اللي هو الفوين الالمونيا ده كده. لفتهم بيهم وحطيتهم على عين البوتاجاز، استووا. بعد ما استووا حطيتهم في فرن البوتاجاز، خدوا وش، طلعوا بالجمال ده. ودينا عبينا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.